البنات لما بييجوا ياخدوا الخطوه الاولى في التعرف بولد وياخدوا هم يقرروا ده بينقسم من نوعين، نوع محترم ونوع سافل. الضحكه دي معناها ناس فاهمين ايه هو المقصد. حلو. النوع المحترم ده بيلاقي نفسه دايما اول ما تشوف ولد عجبها، الله حصل اول ده حلو ينفع جوزي وعنده شقه انا عارفه. انا ببقى باقي اصلا من بالي وتبتدي تخش في حياته، تبتدي تعرف هو شغال، لو شغال كول سنتر تتصل بيه، شغال دكتور تعيا وتروح تكشف، شغال محامي تعمل جريمه وتروح تقول له طبعا اي حاجه. فبعدين تروح اول ما تقف معاه، على فكره انت القصه دي احلى من القصه اللي انت فايتك اللي في الصوره اللي كنت حاططها كفر سنه 2/7/2012 فاكرها؟ دي احسن كتير بجد. على فكره انت بتقفل القمصان اكتر من التيشيرتات خالص يعني بجد، بقى حلوه عليك يعني. انت بتحب الاطفال؟ واحنا الولاد في الوقت ده يعني مفيش اعظم من جمله اعمل عظيم. فكك. فهي تيجي تخرج معاك في يوم من الايام وتيجي عند محل فساتين زفاف تروح واقفه. هو اصلا سبقها في المحل اللي بعديها، محل المدرسه الداخليه قاعد بيتفرج. احنا الولاد بنجيب من الاخر لسه يتفرج ايه على الفستان يعني. ف تيجي في يوم من الايام تجيب حته كيكه ولا حاجه مثلا، تقول له كل هي ياكل. ها حلوه؟ انا اللي عاملاها. والله انا اللي عاملاها. وطبعا الولاد قالت له في يوم من الايام على فكره انا كلمت ماما عنك، شكرا لبس تمام.